النهاردة جاي أكلمك عن 5 خطوات لحفظ وتثبيت أكبر عدد من الكلمات الجديدة، وأهمهم على الإطلاق هي الخطوة الخامسة. أنا المحقق هو من وكالة LCIA لمكافحة جرائم الإنجليش. يعني إيه دي؟ الدنيا ضلمة صح؟ طب وكده؟ أعتقد بانت شوية. ممكن يكون واحد من أسباب صعوبة استخدامك للإنجليش هو قلة الكلمات أو ضعف الفوكاب. يعني كلمة زي دي أسهل حاجة تعملها تفتح شات جي بي تي وتترجم أي كلمة بكليكاية واحدة بس السؤال هنا، ليه مع كل السهولة دي الكلمات دايما بتتبخر بسرعة؟ فاكر صميت كام كلمة في الثانوية العامة ومجرد ما خطيت بره اللجنة بوف كله اتبخر، بوف كله طار. عندي ليك خبرين، نبتدي بالخبر الكويس وهو انك تطمن ان ده مش زهايمر ولا اعراض شيخوخة مبكرة. الخبر التاني هو طريقة حفظك للنيو فوكاب غلط. غلط. تن تن تن. مش هخش في تفاصيل كتير في النقطة دي. واحد، ما تحفظش كلمات معزولة. أي كلمة جديدة بتحفظها لازم تكون من خلال سياق، موقف حقيقي، لحظة حصلت بالفعل. ممكن تكون قصة، رواية، مسرحية، فيلم، أو حتى كتاب. السياقات المختلفة دي هي اللي هتفكرك بالكلمات الجديدة. زي الكلمة دي. باختصار لازم يكون في أي حاجة تربط الكلمة الجديدة دي I really am the devil himself. بصورة أو إحساس يطبع في الذاكرة وما يتنسيش. 2، اتعلم نطق الكلمة قبل ما تشوفها. اسمع الكلمة أكتر من مرة. ممكن تستعين بأي قاموس من القواميس اللي سايبها لك في الديسكريبشن، وما تسيبهاش غير لحد ما تقدر تنطقها لوحدك صح. المهم إنك تسمعها الأول من غير ما تشوفها مكتوبة عشان تركيزك يكون على النطق بس مش القراية. راجع الحلقة اللي فاتت وهتعرف ليه النقطة دي مهمة جدا. يلا اسمع بقى وردد. Whistleblower. 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 keep repeating. 3، اعرف الكلمة بتتكتب ازاي. ممكن المرحلة دي ما تكونش مهمة قوي للغة المنطوقة. ضيف على ده انها بترسخ لفكرة قراية الانجليش اللي حذرتك منها قبل كده. الحالة اللي مهم تحفظ فيها سبيلنج الكلمة احتياجك ليها في دراستك أو شغلك مثلا، زي إنك تكون بتدرس أو بتشتغل في الترجمة، بزنس رايتنج، إيميلات، مذكرات. ونظرا لعدم أهمية النقطة دي فثق فيا لما أقول لك التكرار بيساعد على حفظ كتابة الكلمة للدرجة إنك بتاخدها بالشبه، ولو شفت فيها أي مس سبيلنج بتعرفه على طول بالسنس كده. 4، افهم الكلمة ما تترجمهاش بالعربي. عارف انك متفاجئ وازاي معرفش بس معنى الكلمة بالعربي حضرتك. ببساطة لأن الفهم حاصل بالفعل. وصولك للمرحلة دي كفاية جدا لتخزين الكلمة، والأفضل كمان إنك تفهمها في إطار إنجليش بحت. Whistleblower. لما تشوفها في القاموس هتلاقيها كده. شرح مبسط للكلمة: a person who tells someone in authority about something illegal that is happening especially in a government department or a company. وبعدها مثال بيوريك الكلمة بتستخدم إزاي. ودلوقتي وصلنا للمرحلة الأهم على الإطلاق، واللي من غيرها تبقى أكنك ما عملتش حاجة. 5، استخدم الكلمة الجديدة دي في جملة من تأليفك. فاكر زمان سؤال مادة العربي هات مرادف الكلمة وضعها في جملة من تعبيرك؟ سؤال عقد ولسه بيعقد أجيال. السؤال ده كان بمثابة جهاز كشف الكذب، ورغم قسوة السؤال ده إلا أنه كان المقياس الحقيقي الوحيد لفهم الكلمة. وده يودينا لآخر نقطة وهي التطبيق. لازم الكلمة الجديدة اللي اتعلمت نطقها وكتابتها وفهمتها تستخدمها فورا في جملة من تأليفك. المرحلة دي هي اللي بتثبت الكلمة للأبد لأنك استخدمتها مش حفظتها. الجمل دي بتألفها أنت بنفسك، مش لازم تكون ليها معنى أو مفهومة. ممكن تكون خيالية وممكن تكون عامة وممكن تكون شخصية. أي حاجة، المهم إنك تستخدمها. زي إنك تقول فرح blew the whistle on Ali after she caught him with another woman at a cafe. أو Edward Snowden blew the whistle on the government's secret spying program. You shouldn't tell Talia secrets. She's a whistleblower. لو تلاحظ انت فهمت كلمة whistleblower وممكن تكون جت في بالك معاني ومرادفات كتيرة للكلمة، وأكيد الجمل بتاعتك هتكون مختلفة عن جمل زميلك، صاحبك، مدرس بتاعك. ودي الميزة، إنك فهمت الكلمة وبتستخدمها بطريقتك لاحتياجك الخاص، وساعتها مفيش حاجة اسمها صح وغلط. بمجرد ما فهمتها استخدمتها period. خليك دايما فاكر use it
or lose it. يعني الكلمة لو ما استخدمتهاش في لحظتها بتتنسي. طيب تعمل ده مع كل كلمة؟ الإجابة ولا. لأنها بتكون بس في الأول. أول مرة بتشوف الكلمة بتطبق عليها ال5 خطوات، ولا لأنك خلاص خزنت الكلمة صح، فلما بتشوفها تاني عمرك ما هتكون نسيتها، ولو نسيتها بتبقى مراجعة بسيطة قوي عليها. That's it for today. Cheerio.